مرحبا وأهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في قصة جديدة بعنوان الدجاجة الحمراء. تعالوا نتعرف على شخصيات القصة وأيضا بعضا من المفردات. هذه دجاجة حمراء لونها أحمر، وهذه قط أو قطة، وهذا فار، وهذا كلب، وهم أصدقاء الدجاجة الحمراء. وهذا خبز، وعندما نريد أن نصنع الخبز يجب أن نقوم بصناعته من البداية. وهذا خبز نشتريه هكذا. وهذا الشعير أو القمح نستخدمه في صناعة الخبز. وهذه بذور يمكن أن نزرع هذه البذور لنحصل على نبات معين. الآن هيا نستمع إلى قصة الدجاجة الحمراء. هذه دجاجة حمراء تعيش في مزرعة، ويعيش معها في نفس المزرعة قط وفأر وكلب، وقط وفأر. انظروا، الكلب والقط أصدقاء. الدجاجة الحمراء نشيطة، ولكن القط كسلان والفأر كسلان. انظروا يجلسون، والكلب كسلان، يجلسون ولا يفعلون شيئا. في يوم من الأيام أرادت الدجاجة الحمراء أن تأكل خبزا. الدجاجة الحمراء تحب الخبز جدا. بحثت الدجاجة الحمراء في بيتها عن الخبز، ما وجدت، ولكنها ما وجدت خبزا. بحثت الدجاجة الحمراء عن الخبز في المزرعة وخارج بيتها، ولكنها ما وجدت خبزا. بحثت الدجاجة الحمراء في كل مكان، ولكنها ما وجدت خبزا. بحثت الدجاجة الحمراء عن الخبز في المزرعة كلها، ولكنها ما وجدت خبزا. ذهبت الدجاجة الحمراء وسألت القط: هل عندك خبز يا صديقي؟ القط قال: لا، ليس عندي خبز. الدجاجة الحمراء ذهبت إلى الفأر وقالت: هل عندك خبز يا صديقي؟ الفأر قال: لا، ليس عندي خبز. الدجاجة الحمراء سألت الكلب: هل عندك خبز يا صديقي؟ الكلب قال: لا، ليس عندي خبز. الدجاجة الحمراء جوعانة. الدجاجة الحمراء قالت: عندما أريد الخبز لا أجده، ماذا أفعل؟ ماذا ستفعل؟ قالت: أنا عندي فكرة جيدة. سوف أزرع القمح، ثم أجمعه، ثم أصنع الدقيق من القمح، ثم أصنع الخبز من الدقيق. الدجاجة الحمراء قالت للقط: ساعدني، هيا نزرع. عندما نريد أن نزرع نضع البذور ونزرعها هكذا. ممكن أن نزرع البذور ونشاهدها حتى تكبر. ساعدني يا صديقي، هيا نضع البذور في الحقل. القط قال للدجاجة: لا، لن أساعدك، أنا مشغول، أنا ألعب بالكرة، أنا أحب اللعب. القط ما ساعد الدجاجة. الدجاجة الحمراء ذهبت إلى الفأر وقالت له: هيا ساعدني يا صديقي لنزرع البذور في الحقل. الفأر قال: لا، لن أساعدك، أنا مشغول، أنا أريد أن أنام، أنا أحب النوم. الفأر ما ساعد الدجاجة. الدجاجة الحمراء قالت للكلب: يا صديقي، هيا نضع البذور في الحقل. الكلب قال للدجاجة: لا، آسف يا صديقي، لا صديقتي، لن أساعدك، أنا مشغول، أنا أريد أن أسبح في البحيرة، أنا أحب السباحة. الكلب ما ساعد الدجاجة. قالت الدجاجة الحمراء: سوف أضع البذور في الحقل بنفسي. وفعلا وضعت البذور في الحقل بنفسها. بعد مدة كبر القمح
وأصبح شكله جميل. انظروا عندما يكبر القمر، كبر القمر وأصبح شكله جميل. الدجاجة الحمراء سعيدة. الدجاجة الحمراء الآن تريد المساعدة لتصنع الخبز، ولكن لنتوقف الآن وسنستمع للجزء الثاني غدا إن شاء الله، ونستمع لما سيحدث عندما ستجمع القمر لتصنع الخبز. هل سيساعدها القط أو الفأر أو الكلب؟ إن شاء الله. مع السلامة في الجزء الثاني. إلى اللقاء.